لو كنت لسه مش فاهم الأنثى ودماغك تعبت من التفكير، يبقى اسمع الفيديو ده للآخر، يمكن تفهمها وترتاح. الأنثى مش عايزة منك المستحيل، هي بس عايزاك الراجل اللي تتمناه انت لأختك. الأنثى إما كيد عظيم أو حب عظيم، وانت اللي بتحدد. فلو مكرت بيها مكرت بيك، ولو كنت ليها السند والعون هتشوف منها البدع واللي ما تتخيلوش. اوعى تخبط على باب قلب أنثى وانت مش مجهز معاك شنط الاهتمام. الأنثى وإن قست فهي برضو مليانة بمشاعر العطف والرأفة. وخلي بالك الأنثى تقدر تربي طفل بدون أب، بس الراجل ما يقدرش يربي طفل بدون أم. واللي جرب يقول لنا رأيه في الكلام ده. فيا عزيزي، متى ما كنت رجل تكن لك امرأة، ومتى ما كنت ذكر تكن لك أنثى، ومتى ما كنت ملك تكن لك أمير، ومتى ما كنت عاشق تكن لك متيمة. فلا تكن لا شيء وتريدها أن تكون كل شيء. وافتكر لما بيتنفخ فيك الروح بتكون في بطن امرأة، ولما بتبكي بتكون في حضن امرأة، ولما بتعشق بتكون في قلب امرأة. فرفقا بها، فالأنثى أمانة ما خلقت للإهانة. ستظل امرأة لم يزدها الزواج كرامة، ولم ينقصها الطلاق أنوثة. فلو عايز تنجح في حياتك مع شريكة حياتك، فخليك دايما عالي في نظرها بأفعالك مش بس بكلامك. ولو تعبان حسسها دايما إنك قوي وتقدر تعمل المستحيل. وفي نهاية الفيديو أتمنى أكون قدرت أساعد في فهم الأنثى، ولو إن الأنثى تركيبة صعبة في بعض الأحيان. كان معكم بسمة مجدي، أشوفكم على خير.